هلا وصفة اليوم إن شاء الله راح تكون كنافة بحشوة البسبوسة. مرة سهلة ولذيذة، مقاديرها شوي كثيرة بس هي مرة لذيذة. تتكون من طبقتين، طبقة اللي هي الكنافة والطبقة الثانية مقادير البسبوسة هناك. فأول شيء راح نجهز الكنافة. عندي هنا الكنافة، راح أحط عليها سكر بودرة. طبعا سكر البودرة اختياري، أنا راح أضيف سكر البودرة لأني ما راح أحط لها شيرة في النهاية، بس اللي بيحط لها شيرة في النهاية ما له داعي يحط سكر بودرة. وراح أحط الزبدة المذوبة، راح أفرك الكنافة كويس بالزبدة والسكر ونرجع مرة ثانية. رجعنا مرة ثانية لحشوة البسبوسة. حطيت هنا 4 بيضات وفانيليا، راح أخفقهم مع بعض لغاية ما ينتفش الخليط ويصير لونه فاتح. بعد ما خفقنا البيض والسكر والزيت بالشكل هذا، راح أضيف عليه جوز الهند والسميد، سميد ناعم، وراح أقلبهم بالملعقة. التقليب يكون خفيف بجهة واحدة ومن تحت لفوق عشان الهواء ما يطلع، وراح أغطيه وأتركه تقريبا 10 دقايق لغاية ما السميد يتشرب شوية من السوائل، عبال ما نجهز صينية الفرن. الصينية اللي راح نخبز فيها الحلا صينية تشيز كيك، غلفتها بالقصدير عشان الزبدة اللي بالكنافة ما تسيح على تحت، أو ممكن نحط تحتها صينية فرن. راح أوزع في الوسط تحت بالكامل خليط الكنافة، أغلب كمية الكنافة أو نصها، بعدين خليط البسبوسة، وبعدين باقي الكنافة. نص كمية الكنافة وزعتها في الصينية، راح أحط عليها خليط البسبوسة. بسم الله. بعد ما صبيت كامل خليط البسبوسة، راح أكمل باقي الكنافة، بس ما راح أضغطها زي الطبقة الأولى، بس راح أنثرها على خليط البسبوسة. بعد ما غطيتها بالكنافة راح أدخلها الفرن 180 مسخن من قبل. وأخيرا خلصنا الحلا، بس أخليها تبرد شوي بعدين نطلعها من الصينية.